470-044. ايه ايه خالد احمد نعسان السيان وفاء الحشون نعسان سيان وفاء موظف بالتربية موظف تربية إدلي. مفيد عبد الله. بس شو مش مشكلته هذا متظاهر؟ هذا أبوه من قيادة السواق. أبوه؟ هذا ممول. هذا أبوه من ممول عنده مكتب على الطريق عنده خاطرة. ممول على مستوى مو أبوه هذا أحمد الحسيان؟ هذا اللي عنده مكتب على الطريق. بعرف هذا ممول مادي. هذا بالملايين. مش مادي الحكي، وضعه المادي جيد هذاك. هذا كثير بعرفه. مفيد عبد الله عنقير. مفيد عبد الله هذا معروف، مفيد أخوه لهذاك المدير المدرسة. هذاك ابن فاطمي. هذا مفيد وتمام. تمام. هذاك ابن فاطمي. هذا أستاذ معلم مدرسي متظاهر. هذا جامعي طبعا. أنا قلت لك جامعي معلم يعني. ايه امبارح اعطيتك اسم عبد القادر سجلته؟ لا ما سجلت. عبد القادر عارف طبعا مدرس شريعة. أمه شو اسمه؟ هو مريوم. ابن مين هو؟ ابن عارف. شو اسمه هو؟ عبد القادر عارف طبعا. عبد القادر عارف طبعا. أنا عارف مريوم. مدرس شريعة. مدرس إمام جامع. هذا مدرس إمام جامع مسلح. هذا أخوه ابن عم أحمد المريومة. مين؟ هذا المريومة بيقولوا له. لا هذا ابن مريوم. أمه مدمعرنا مريوم الناجي. بعده محمد نور دين قداح. محمد نور قداح ابن علي. أمه والله ما بعرفه. هذا متقاعد جوي. متقاعد أمن جوي. أيوه. أمن جوي حلب متظاهر. بدي أعرف متظاهر ولا مسلح؟ متظاهر. اللي بعده عبد الله موسى. عبد الله موسى ابن موسى معروف. عبد الله موسى ابن رضوان ونعيس. رائد متقاعد. اسمع في رائد. هذا قائد كتيبي. قائد كتيبي مظلوم. هذا متقاعد تبع طوارئ الكهرباء. لا هلا أين هو طوارئ الكهرباء؟ قلت لي طوارئ رافعة. ايه جاي على الطوارئ. ايه هلا هذا ابن نعيس قائد كتيبي. محمود خالد أيوب معلم مدرسي. أيوب وأمه محمود خالد أيوب وكوكب معلم مدرسي. باش. ايه عبد الله مصطفى عواد. عبد الله العواد ابن مصطفى ودكتور بيطري. ها بتركيا. والده شو اسمه؟ صبحي. هي متظاهر ممول مادة بتركيا. هلا هو زوجي. هو زوجته. ايه صباح جميل العنكي. حارس محطة الكهرباء. والده شو اسمه؟ والله ما بعرف. حارس محطة الكهرباء. حارس محطة الكهرباء. وين؟ محطة الهديد. وهي الهبيد. متظاهر. كيف أحمد محمد حسن نعسان. أحمد محمد حسن النعسان. سائق رافع خنشيخ. شو ولدته هذا؟ ولدته ما بعرفه. الهبيد. سائق رافع كهرباء. سائق رافع كهرباء خنشيخه. عبد القادر سعد الدين حمادي. عبد القادر سعد الدين حمادي. كهرباء هديد متظاهر. شو والدته هاي؟ كمان كهرباء الهضيب متظاهر. عبد الحفيظ. الحفيظ قدور الحسين. عبد الحفيظ قدور الحسين. الحسين كنيته الحسين. أيوة معلم مدرسي. ما بتعرف اسمه والده؟ لا متظاهر. في بيت حسين عندكم؟ لك هذا عمو العميد سطوف الحلال. هذا كمان أمير رابط شبيبي للأسف.
عبد الحفيظ. لك أمين رابط. شبيبي يا أها. مصطفى حمادي مصطفى حمادي السلامي. مصطفى هذا السلامي. ضابط مسرح. مصطفى السلامي 100%. ابن حمادي. آه. ابن حماد السلامي. آه. معلم مدرسي. معلم مدرسي. هذا أخوه لعدنان سلامي الموجود. هذا مثل أخوه للإخوان. إيه أخو الظاهر. إخوان المسلمين والظاهر. هدول الباقيين اللي ما عدت اللي اسمائهم هو ما تبقى مسح كاملا منها. ما خصوص. شلون شو الأخبار؟ والله هدول اجي دفع من جماعة أبو الطوف. قال والله الصاروخ وقت اللي يضرب الأحجار تطمر هون جايين يجريهم مرجومة بالأحجار رجل. والله. ايه والباقيين لساتهم بيحسن. بيحسن ايه في عدد كثير. من الهبيط؟ ناخذين دور واحنا قاعدين. مين اللي شارك بالهبيط حجي؟ والله كثير. ايش بدي اقول؟ كل المسلحين؟ كلهم مسلحين. وبيحسن كمان نايمين هوني؟ ايه هلا مشان شو نايمين هوني؟ في قواد من عند ابو حسن. هذا عنده مكابس بلوك من حسين كان يجيب بلوك لعنا. شو اسمه؟ ابو حسن. ابو حسن عنده شو؟ مكابس بلوك. مكابس من حسين. بلوك من وعنده حسن. من ليبيا اجوا على التعزية لعند ابن طبية وبيجي. خليك معي شوي شوي. ابو حسن عنده مكابس بلوك. عنده جماعات من ليبيا ومن الهضيب. اجوا على الهبيط وعنده مشايخ من ليبيا ما بيفهموا شيء. اجوا قاعد يعطوا درس بالتعزية. كنت بدي اطردهم بالسياسة مع السجن. هلا هن قاعدين عندنا بيحسن في المستوى. وين بتعرف وين؟ والله الدور الموظفين من ما بيفتحوا الدار بفوتوا. دور الموظفين بيحسن اللي ما انشقوه العساكر ما انشقوه. وشو وفي جماعات من الهبيط عنده؟ من الهبيط في ايش قد عدد كتار؟ والله فوق 30 واحد. زين ان شاء الله. والمسلحين ساتن بالضيعة؟ المسلحين ضيعوا كلهم برا. ما طلعوا من الارشادية والجمعية؟ في غرب هدول من كفر مبودي. يوسف طنوس والشلة راحوا؟ لا اساسا الوحدة الارشادية. ما طلعوا قالوا اني ركاية وسينة. بيروحوا بيسووا قال عمليات بالدير جايبين سيارات. دير الزور؟ يوسف وفي خالد عدنان بالسيري بيروح بالليل. هذا خالد موسى الشيخ. هذا معروف من كفر مبودي الشيخ. هذا من يومين عم يحكي له واحد رايح عليه. ياسر الجمال قايل له عم يحب علي ابوه ليوسف وكذا. قال له بدي روسية. قال كتب له ورقة راح مسلحين كفر مبودي لموسى. ياسر الجمال. ياسر شو؟ جمال. هذا بيته شرط كفر مبودي على المقام. من كفر مبودي هذا. هذا بيجي بينام عند عديله من السيري. مين هذا عديله؟ عديله من بيت العمر. بيت العمر. ابن هذا من بيت البريعي. بيتواجد هو اخو اكرم هون يعتلوا. في عائلتين من كفر مبودي ساكنين عندكم لبيت. واحد بيت احمد النريومة. هذا هو صاحب العائلة البيت لابو راس. وواحد بيت صحة الفرن الآلي. حد فرن راح وافد من عندنا عند محافظ مشان موضوع. شو صار معي؟ وافد شعبي بس ما مستقبلهم بس بنا شافي. وقايل له ما في غازة يجوا الصهريجين اللي اخذوهم المسلحين. وراحوا كلهم مسلحين. راحوا. كيف دخلوا؟ مين هن؟ مروان زرزور يوم مشكلته فرزيته اخا مسلحين وقاوم وكفر زيته. وكيف دخل امبارح على المحافظ؟ قادر فرزيدة؟ هو اللي مرعوا علي 3 مسلحين معه بالتفسير. وغير مروان وما أدراك وراح. ولكن المختار العرصة أول المتظاهر تنطلق المظاهرة من مكتب محمود عواد ابن محمد. تنطلق المظاهرة من مكتب الأخ. والده شو اسمه محمود؟ والله هاي ما بدته من دير عربي. مختار متظاهر. هو ما يطلع بس من بحرك رضوان صح يطلق المظاهرة من قلب البلد. نعم. لا أعرف. وعطيتكم اسمه أول اسمه إن شاء الله.
الكم لها المفرزية كتبت الاسم عندكم عندي الاسماء كلها هلا كل شيء اكثريتها والله يعني. يشن الاسماء اللي كتبتين عند ابو جعفر من مكتبكم. من ابو جعفر؟ عندكم بالمفرزي اعطاني اياه العميد وجيت كتبت الاسماء عندكم بالمكتب ويشني وتعاقبت. هي قديما هلا كله مسجل. وتعاقبتك ودفعت 200,000 عليها يا حجي. إيه. كل الاسماء اللي بتحكيها عندي موجوده بلاقيها. في عندي فوق 300 مطلوب مسلح ومتظاهر. بين الله نحن ما قبل بجوز كان في مشاكل. ناكل النتيجه ونتبهدل. لا ما بتبهدل ان شاء الله نتيجه جيده وكل شيء ما ينذكر يا ابو ياسر موجود وما يدعي حرصا على العسكري اللي عم ينقتل امبارح بالليل نهار. عم بقول له لاولاد عمي يا مجرمين العسكري ابني بقولوا لي يا اخي هبلت الناس كلها ليش انت ساعه بعقلك ولك يخرب بيكم ايش ذنب العساكر هاي اللي بتنقتل على الحواجز. في إن عسكري بدير الزور بدهم قال يجيبوه قلت لهم والله ما بخليه يجي ابوه بصير ابن اختي عاد خبروا له بدهم يجيبوه ينشف. قلت لهم انا خبرته اذا بتموت ما بتجي لك بالفرع الامن العسكري. ساتو ما خليته متطوع؟ لا والله احتياط صار له سنه ونص ما اجى. لا دير بالك خلي. قلت له ما بتجي الا ميت. ومبارح قال جايهم خبر انه قاتلينه على الحاجز. قلت لهم الله يرحمه زقت. مظبوط. انزعجوا مني قال هيك عجبك جانا خبر قتل. قلت له الله يرحمه زقت. بدي يموت اذا هناك وإذا هو. مظبوط. بعين الله. شو اوضاعك كيف صحتك؟ والله الحمد لله والله بهالفرق شيء على الله. بدي اسوي عمليه قريبه لان عندي بحث ورمل بالمراره بدي اشيلها اليومين ثلاثه بس يطيب الالتهاب. ما ليش عاش خدمة كنت تتمشور يا ابو ياسر. والله عشنا ايام عشطحة وما شطحة. ما مشكلة شطحة الحمد لله ما حرمنا نفسنا شيء. نفسك شطحة. ما حرمنا نفسنا. ما غفلت. تحيات. وبس هالعرصة سألنا هات ابو المعراتي اللي ابنه فجر الحاجز. سألنا بس اكل نصيبه قتلوا العميد نوبة قتلي والله باك. والله ما ظلموا. تحيات. على السلامة.